السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المواطن المصيافي البسيط أعلن اليوم عن قيام إقليم مصيافة السياسي والعسكري بعد طول تفكير ومداولات على طاولة العرق والمعجوقة. أصدر لديكم دستور إقليم مصياف ويتضمن ما يلي: أولا، عرق مصياف هو المشروب الرسمي وكل عرق غيره يعتبر تهريب. ثانيا، المعجوقة وجميع الأكلات المصيافية تسجل ماركة محمية باسم الإقليم ويمنع نسبها لغيرنا. ثالثا، الجنسية المصيافية تعطى فقط لمواليد مصياف، أما من يتجوز من مصياف نمنعه إقامة مؤقتة، وبعد 10 سنوات امتحانا بالولاء يأخذ الهوية المصيافية وجواز سفر المصيافي بعدها. رابعا، ممنوع على أي مواطن مصيافي أن ينسى أصله حتى لو سافر على القمر. أهداف إقليم مصياف: توحيد شباب مصياف تحت راية واحدة وضمها بأيدي واحدة قوية، وحماية الشعب المصيافي من مشاكل باقي الأقاليم السورية، لأنه نمتلك شعب فرفوش ومن حب الحياة، ونشر السعادة والفكاهة وتصديرها لبقية الأقاليم السورية إذا حبوا يشتروها. وأخيرا، إبراز أنه الشعب المصيافي العظيم عبر التاريخ ما بيعرف غير الطيبة والجدعنة. الخاتمة: نحن مو عم ننفصل عن سوريا، نحن قلب سوريا وروحها، بس قررنا نعمل إقليمنا الخاص لأنه مشاكلكم ما بتنتهي يا سوريين. نحن ما خلقنا للمشاكل، نحن شعب طيب ونحب الفرفشة والحياة. رح نضل محافظين على خصوصيتنا المصيافية ورح يضلوا السوريين اخوتنا. عاش اقليم مصياف، عاش العرق المصيافي، وعاش قتل المعشوقة، رمز السيادة الوطنية في مصياف.